تعلم الأسود التي نشأت في إفريقيا في سن مبكرة أن المكان الذي ولدوا فيه يعتبر واحدة من أقسى البيئات على هذا الكوكب. وبغض النظر عن مدى قوتها خاصة الأسود الإفريقية، لكن يوجد دوما مصاعب قاتلة يمكن أن تستنزف كل قوتهم وتؤدي إلى استسلام أقوى الأسود بينها، حيث تكثر العقبات التي لا يمكن التغلب على بعضها. ولا يكفي التصميم الجامح للاحتفاظ بالحكم والسيطرة على الكثير من الزمر المنتشرة في المحميات، وحتى الغضب الذي يشتعل داخل عيونهم القاتلة وصراعاتهم المستمرة لن يمنع من أن يترك ندوبا عميقة على أجسادهم الضخمة المرعبة. لذا سنخوض اليوم في قصة مثيرة ونتوغل في عالم تحالف تشارلستون الشرس، ونكتشف الكثير عن نمط حياتهم المعقد والمليء بالمفاجآت. المكان: محمية مالا مالا سنة 2011، الواقعة ضمن محمية سابي ساند الشهيرة، حيث يمكن صيد الحيوانات التي تعبر إلى منطقة مالا مالا خلال أوقات معينة من العام، بشرط أن يكون لدى الصياد تصاريح قانونية، والذي يساعد في الحفاظ على توازن أعداد الحيوانات البرية ضمن المساحة المتاحة، ويولد إيرادات لدعم العاملين في المحميات. بينما يعتبر حظر الصيد في أوقات التزاوج والولادات أمراً حتمياً لا تهاون فيه على الإطلاق. في تلك الفترة تربع فخر للأسود عرف بفخر تشارلستون على عرش محمية مالا مالا. كان للملك المسيطر حينها عدة أشبال و3 لبؤات، وكانت زمرة تشارلستون تعيش في انسجام تام، حيث يفخر الملك بأشباله الصغار الذين ولدوا مؤخراً، بينما تعتبر اللبؤات أفضل الصيادين في مالا مالا. ومع ذلك فإن أيام السلام لا يمكن كعادتها أن تستمر في منطقة تعج بالموت والأخطار. لذا لم يشأ القدر أن يستمر هذا الكبرياء بالعيش بهدوء، حيث الأوقات المريرة على وشك القدوم، وسيتعلم الكبرياء وخاصة الأشبال المعنى الحقيقي للبقاء على قيد الحياة. كان ذلك في العام التالي سنة 2012، حين اقترب أسدان نحو حدود فخر تشارلستون، وهما مصممان على أن يصبحا ملوك هذه المنطقة، خاصة أن الأسد المتفرد في الحكم لم يشارك عرشه مع أي أسد آخر. جاء هذان الأسدان من تحالف يعرف باسم كاتوس، حيث قاموا ومنذ اللحظة الأولى لتوغلهم نحو المجموعة الآمنة بالهجوم دون أي تخطيط مسبق، وتقدموا نحو حاكم الفخر على الفور لتبدأ معركة شرسة للغاية انتهت بهزيمة قائد الكبرياء، ليتجه بعدها الأسدان المنتصران نحو الأشبال واللبؤات التي فاجأت الجميع بعدم خضوعها ومحاولة الدفاع عن زمرتها بشجاعة، حيث قاتل شبلان وبعض اللبؤات الأسدين المتغطرسين، بينما تمكنت لبؤة من الفرار مع شبلين آخرين، حيث كان بإمكانهم سماع أشقائهم والأشبال المقاتلة وهم يبادلون على يد هؤلاء الدخلاء العنيفين، ليتبقى إذن 2 من الأشبال الذكور، ويبلغ عمر كل منهما 9 أشهر، ولبؤة واحدة صيادة، والتي أخذت على عاتقها تربيتهم مع شبلين آخرين انضما إليها أثناء الهروب في السافانا الشاسعة. احتاجت الأنثى بعدها إلى عزل نفسها بعيدا عن مالا مالا لضمان عدم تهديد الأسود في المحيط، وغامرت في التوغل إلى جزء آخر من سابي ساند. كان عليها تسريع الأمور للأمراء الصغار والبدء في تعليمهم كيفية الصيد والمطاردة والقتال، وفي غضون 1 أشهر أصبحوا قادرين بالفعل على اصطياد بعض الفرائس الصغيرة، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يصبحوا أسودا كبيرة مخيفة مع مهاراتهم الرائعة في الرصد والقتل وفطنتهم الكبيرة. في أحد الأيام وبينما كانت الأسود الشابة في محاولة صيد زرافة كبيرة، تلقى أحد الأسدين ركلة تسببت في اعوجاج أحد أسنانه السفلى، ولهذا السبب حصل على اسم ماو الذي يعني السن، بينما عرف شقيقه الآخر باسم
بيج بوي بسبب طبيعته المهيمنة الضخمة. لم يرغب ماو وبيج بوي في ترك اللبؤات التي ربتهما، لكنها هي من غادرت في النهاية، لذا كان من الضروري لهما الانطلاق وإنشاء روابط جديدة واحتلال أراضٍ وزمر أخرى، وذلك لتعزيز هيمنتهما وبسط نفوذهما، حيث أن البقاء في نفس المكان سيتركهما دون حماية أو تنشئة نسل جديد يحمل جيناتهما. عادت اللبؤات إلى أراضيها الأصلية تاركة الأمراء على أمل أن يصبحوا ملوكاً قريباً. ثم وفي نهاية عام 2014 شرع ماو وبيج بوي في رحلتهما بحثاً عن لبؤات أخرى لإنتاج نسل خاص بهما، وكانوا حينها قد احتفظوا باسم كبريائهم السابق تشارلستون. انطلق الشقيقان المفعمان بالحماسة لتحقيق ما يطمح له كل ملك، إلى صناعة المجد والسيطرة ودحر الأسود الأخرى المنافسة. لكن الرحلة في الغابة الإفريقية ليست سهلة، والوصول إلى أعلى المراتب يفرض على الأسد مواجهة عقبات صعبة وتخطيها بنجاح. كان تحالف تشارلستون على وشك اكتشاف مرارة ووعورة الطريق إلى المجد، خاصة حين اتجه الاثنان جنوباً في المحمية لمراقبة مواجهات الأسود الأخرى من مسافة بعيدة، وذلك لفهم كيفية عمل ديناميكيات القوة عند منافسيهم المحتملين، خاصة أنهم كانوا وحيدين لفترة لا بأس بها. لذا وبعد المشاهدة واستيعاب كل ما يمكنهم فعله أثناء الصراعات القادمة، أصبحوا مستعدين للتوغل داخل الحدود وغزو مناطقهم الأولى. وهذا ما جرى في بداية سنة 2015، حين اقتحموا بسرعة البرق أراضيهم التي يحكمها أسد مهيمن من أجل الإطاحة به وطرده من المكان. وهذا ما تحقق بالفعل حين نجح الأسدان بمطاردة الدخيل إلى خارج حدود مالا وسيطروا على الزمرة التي كانت تضم 4 لبؤات. كان ذلك درساً كبيراً في استعادة الحق المغتصب. تعلم من خلاله الشقيقان أنهما بحاجة إلى الاتحاد للتغلب على العقبات، ولكن روح الشباب والغرور الذي بدأ ينمو بين ماو وبيج بوي، خاصة بعد نصرهما الأول، كان مبشراً بأن الأمور ستذهب للأسوأ مع حرصهما على تولي زمام الحكم والتزاوج مع الإناث. نتيجة لذلك بدأت الصراعات في الظهور، فكان بيج بوي الأكثر هيمنة، خاصة أثناء الصيد، حيث تولى القيادة واستمتع بتناول أفضل قطع لحم الفرائس. أصبحت هذه الهيمنة أكثر وضوحاً عندما كان يهدف إلى التزاوج مع اللبؤات أولاً، مما أرعب ماو الذي حاول إثبات نفسه كحاكم بلا منازع للمملكة. عندما عادت اللبؤات من الصيد، أراد ماو أن يظهر أنه لن يخضع وأنه يريد قيادة الزمرة وحده، مما زاد الأمور عن حدها، وأصبح التنافس بينهما يوما بعد يوم خطرا. من جهة أخرى، وبما أن طبيعة الأسود لا تقبل على العموم وجود عدد قليل من اللبؤات للتزاوج وتوسيع مناطق حكمهم، لذا اندفع بيج بوي لقيادة الكبرياء إلى مناطق أخرى داخل سابيساند، وصولا إلى منتزه كروغر الوطني لغزو تحالفات جديدة وحكمها. اندلعت المنافسة الشديدة بين الشقيقين، مع كل غزو جديد تنضم إليه إناث وأراضٍ جديدة، حيث كانوا يسحقون بلا رحمة الملك المخلوع وأشباله، وكأنهم يحاولون التفوق على بعضهم البعض في وقت قياسي. أما اللبؤات التي لم تكن تطيع أوامرهم فقد كانت تواجه مصيرا سيئا، وحتى في أثناء التزاوج تنافس الاثنان لتحديد من سيتزوج في البداية، حيث كانت الغلبة دائما للشقيق الأضخم والأقوى بيج بوي. حمل ماو داخل قلبه استياء عميقا مليئا بالحسد، وكان على وشك الانفجار في وجه شقيقه. ثم وفي عام 2017 شوهد بيج بوي مستريحا بجانب 3 لبؤات مع أشبالهن حديثي الولادة. ثم وعلى حين غره هاجم ماو شقيقه بالقرب من كل اللبؤات وأشبالهن. دافعت الإناث غريزيا عن ذريتها،
ثم سحب بيج بوي المعركة بعيدا عن الكبرياء. أصيب الأسدان بجراح طفيفة بعد تلك المناوشة الغاضبة، لكنهما استمرا في الحفاظ على صحبة بعضهما البعض رغم التنافس الشديد بينهما، إلا أن هذان الملكان كان لهما ذكريات عن الأوقات الصعبة التي مروا بها والتي منعتهم من كسر رباط الأخوة. لفتت علاقتهما المعقدة أنظار جميع زوار المحمية، حيث التضامن الذي يخفي الاستياء الواضح مع إدارة جيدة في التصدي للمعتدين وقهرهم والحفاظ على الكبرياء ورعاية الأشبال الصغار. في سبتمبر سنة 2018 خرج ماو في دورية ليلية واختفى لمدة 3 أيام، واعتقد موظفو حديقة كروغر أنه ربما وقع ضحية لتحالف آخر، لكن عندما عاد ماو كان لديه فخ في رجله مع علامات في جسده تدل على لقائه مع أحد الصيادين غير القانونيين، حيث أنه بطريقة ما تمكن الأسد من الهرب، لذا كان لابد من استدعاء الأطباء البيطريين في الحديقة لتخديره وإزالة الفخ. تقاطعت مسارات العديد من التحالفات الشهيرة مع تحالف تشارلستون، مما أدى إلى معارك طاحنة لاحقاً، حيث استسلم كلا الجانبين في النهاية وابتعدا عن بعضهما البعض. وكان آخر تحالف مسجل واجه تحالف تشارلستون هما الأخوين المعروفين باسم سولو وفريدي، حيث تم حينها القضاء على فريدي بسرعة بينما هرب سولو للحفاظ على حياته. لكن في عام 2019 بدأت مرحلة انهيار مملكة هذين الأسدين الأقوياء، وكما هو مصير جميع الأسود إذا لم يخسروا معركة مع أحد التحالفات أو وقعوا فريسة للصيادين، فإن الشيخوخة سيكون لها وقعها في النهاية، والتي تهلك أقوى الأسود مهما كان حجمه ومقدار قوته أيام شبابه. كان ماو أول أسد استسلم للضعف بعد أن أثرت عليه إصابته السابقة، حيث أخذ يجر ساقه الخلفية لدرجة لم يستطع المشي أكثر من 1 أمتار، وكان هناك تورم ملحوظ في عموده الفقري. حاولت الإناث مساعدته وإحضار الطعام له، لكنه في النهاية لم يستطع النجاة وتوفي عن عمر ناهز 8 سنوات. بقي بيج بوي بمفرده دون وجود شقيقه المنافس القوي ورفيق رحلته، ليعمل الملك الباقي على قيادة فخره نحو الجزء المركزي من حديقة كروغر الوطنية، وذلك في سنة 2020، حيث كان تسجيل ظهور أخير لبيج بوي حين كان يتمتع بصحة جيدة ولا يزال مع فخره. ولكن بعد فترة اختفى الأسد في ظروف غامضة ليستولي على الكبرياء، من بعده أسود مهيمنة أخرى وجدت اللبؤات دون ملكها الحامي لها. لا يزال مكان بيج بوي غير معروف حتى الآن، مع وجود شكوك أنه ربما وقع ضحية لصياد غير قانوني، حيث أنه لم تكن هناك علامات على نشوب معركة ما في المحيط أو حتى أسود أخرى تبدو عليها معالم القتال. ليظل اختفاء الأسد الملك المرعب لغزاً يثير الحزن لمتابعي بيج بوي قائد فخر تشارلستون الرائع. إنها قصة رينغو، هذا الأسد الأفريقي الضخم الذي عاش خارج موطنه الأصلي على أراضٍ أوروبية، حيث عانى من سوء المعاملة والجوع بعد أن قرر قمع غرائزه البرية داخل قفص صغير. ولم تكن المدة قصيرة بل استمرت لسنوات، لذا فقد كان الشعور بالوحدة رفيقه الوحيد. فلم تر أعين هذا الأسد أراضي أسلافه قط منذ نشأته. لقد لفت سوء معاملته ومظهره الهزيل انتباه السلطات، مما أدى إلى تدخل سريع في عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر، والتي بفضلها تمكن القط الكبير أخيراً من تجربة جمال موطنه الطبيعي في رحلة صعبة وشائكة. إنها قصة مثيرة تثبت أن قوة ملك السافانا تتجاوز حدود بيئته الطبيعية. واليوم سنبحر في قصة الأسد رينغو لنشاهد
كيف تمكن من الوصول إلى موطنه الأصلي في إفريقيا ليخطو أخيراً على الأرض التي نادته منذ ولادته. الزمان أغسطس عام 2008 في مكان ما في فرنسا، حين تجول هناك سيرك فرنسي على الطريق لعقود من الزمان مقدما بعض الترفيه للناس مع مصدر رزق للعديد من فناني السيرك، وكانوا حينها يستخدمون الحيوانات في عروضهم. ربما لا يزال لغزاً انتهاء المطاف بهذه الحيوانات في سيرك أوروبي، على الرغم أنه من المحتمل أنه تم أخذ العديد منها من البرية كأشبال، رغم أن فرنسا كانت تفرض قوانين صارمة على استخدام الحيوانات في العروض. وفي العودة بالوقت إلى عام 2007 حيث تم الاحتفاظ بالحيوانات البرية بعيداً عن موطنها الطبيعي، تزاوجت لبؤة مع أحد الأسود لتنجب لاحقاً في أغسطس من عام 2008 شبلين استطاع أحدهما النجاة، حيث تمت تسمية الأسد الصغير رينغو، الذي نشأ في قفص متحرك مسافراً من بلدة إلى أخرى لرؤية العروض وتعلم الحركات التي يقوم بها الأسود المدربون. وبالفعل أقيمت العروض تحت أنظار الكثير ووسط أضواء متوهجة وتصفيق الجمهور المتحمس. كل هذا كان مختلفاً عن الشعور العميق الحزين الذي كان يحمله رينغو بداخله، وكأنه يعلم أن هذا المكان ليس مكانه، شعور بعدم الانتماء، والذي أجبر رينغو تدريجياً على التعايش معه باعتباره الشبل الوحيد الناجي. نشأ رينغو في قفص منفصل لمنع القطط الكبيرة الأخرى من قتله. هذه العزلة جعلته معتاداً على الوحدة، وأصبح عدوانياً للغاية تجاه الحيوانات الأخرى، فتم تدريبه بمفرده محتجزاً في قفصه الخاص. نجح هذا الأمر في البداية، ولكن مع مرور السنين أظهر رينغو شراسة مفرطة مع حجمه المخيف، حتى أن قفصه أصبح صغيرا جدا بالنسبة لملك كبير مثله. بعد أن أدرك مسؤولو السيرك ذلك، كان الوقت قد حان للحصول على حظيرة أكبر، وإلا فربما تتدخل السلطات وتأخذ الأسد الذي كان عامل الجذب الرئيسي لعرضهم، لكنهم لم يستطيعوا الحصول على واحدة أكبر لمواجهتهم صعوبات مالية كبيرة، لذا تم تأجيل شراء قفص جديد وعدم وضعه كأولوية. في أحد الأيام وعندما جاء يوم التفتيش، تم ربط قفص رينغو بمركبة ونقله بعيداً حتى لا يراه المفتشون محاصراً في مثل هذه المساحة غير الكافية. وبما أن هذا التكتيك نجح، فقد استمروا في استخدامه لسنوات، فلم ينل رينغو أبداً قفصاً أكبر والذي كان يحتاجه بشدة، وبدلا من ذلك ظل محصوراً في تلك المساحة الضيقة والتي تحتوي غرفاً صغيرة للتحرك. في النهاية تعرض رينغو لعدة كدمات وإصابات في عدة أماكن بسبب البقاء في نفس الوضع لفترة طويلة. ومع تدهور الوضع المالي للسيرك، تم تقنين طعام القطط الكبيرة، مما تسبب في فقدانها للوزن بشكل كبير بحلول عام 2012. أدى أيضاً توقف العروض الحية للسيرك إلى المزيد من الضائقة المالية، لذا لجأوا إلى بث عروضهم عبر الإنترنت، والتي جعلت بعض المشاهدين يتدخلون ويقومون بإرسال تقارير للسلطات الفرنسية تفيد بأن الحيوانات المعروضة في السيرك لم تكن في حالة جيدة على الإطلاق، حيث وصفوا حالة الجوع والنحف التي شاهدوها على الحيوانات المسكينة. ثم وخلال عملية تفتيش مفاجئة، تم ضبط جميع الحيوانات الموجودة بما في ذلك الرينغو الذي وجد نحيلاً للغاية ومصاباً ومحبوساً في قفص صغير جداً مقارنة بحجمه، لذا تم تغريم السيرك ومنعه من العمل تماماً مع أي نوع من الحيوانات. ثم أرسلت المخلوقات التي تم إنقاذها إلى حدائق الحيوان ومحميات الحياة البرية المختلفة. أما رينغو، وعلى الرغم من مظهره المتدهور، كان لا يزال أسداً شرساً وغير اجتماعي ويخشاه الجميع، حيث اضطروا لإبعاده فقط إلى استخدام جرعة من المهدئ، مع مخاوف أن لا يحتملها جسده الضعيف، وقد لا ينجو من المخدر. لكن لم يكن هناك أي حل آخر، فقد كان خطر مهاجمته للعمال عالياً.
رغم كل الآلام وكل الوحشية المكبوتة بداخله، شعر رينغو بأن رحلته قد بدأت للتو، حيث سترى عينه المكان الأصلي له وستتحرر روحه وسط البراري الشاسعة. في البداية تم إرسال رينغو أولاً إلى بلجيكا إلى أحد الملاجئ، حيث تم الكشف عن كم المعاناة والتدريب السيء التي اضطر رينغو إلى التعايش معها، فكانت الندوب عميقة مع وجود بعض الحروق الأخرى التي قام الأطباء البيطريون المحليون بالعثور عليها. مكث الأسد القوي المصاب هناك لمدة عام تقريباً، فتلقى العلاجات المختلفة وتناول الفيتامينات وخضع للعديد من الفحوصات الطبية، وتم الاهتمام به بشكل كبير لدرجة أن قصته المأساوية أثرت في العديد من العاملين في الملجأ بعد معرفتهم الظروف السيئة التي قضاها في تلك البيئة غير المناسبة. بلغ رينغو في عام 2020 من العمر 12 عاماً، وفي البرية كان سيعتبر أنه وصل بالفعل إلى نهاية حياته، ولكن في مكان وجوده في الملجأ أصبح لديه بضع سنوات أخرى ليعيشها، حيث وفر له الأطباء البيطريون منزلاً أكثر سلاماً يمكنه الاستمتاع فيه بوقته المتبقي بعد أن استعاد عافيته تماماً، وأصبح مظهر هذا الأسد القوي مهيباً للغاية. تم تشكيل قوة لإرسال رينغو إلى أفريقيا. ربما اعتقد الجميع حينها أن إعادته للبرية في الظروف التي عاشها وهو لا يعلم شكل الحياة في الخارج ولا يعلم كيف يصطاد سيعتبر ضرباً من الجنون، وربما يفقد حياته سريعاً. مع ذلك يوجد في جنوب أفريقيا منظمة تسمى حديقة أسود دراكنشتاين، والتي تتخصص في إنقاذ القطط الكبيرة التي أسيئت معاملتها. كان هذا هو المكان الذي أرسل إليه رينغو، ورغم أنها لم تكن رحلة هينة مع مسافة تزيد عن 10,000 كيلومتر، إلا أن الفريق الماهر المرافق لرينغو والتبرعات المالية التي تكفلت في إيصاله ساهمت في تخفيف معاناة الطريق. كانت المرة الأولى في عام 2021 عندما اختبر الأسد الشرس الحرية المفقودة من حياته كأسد. رغم أنها قد تبدو محدودة لنا ببعض الأسوار، لكنها كانت تعني الكثير لرينغو، حيث أنه لم يعرف مثل هذه الرعاية سابقاً، فقد حصل على مساحة شاسعة للتجول، وكان سعيداً أخيراً بالمشهد الذي لم يره في السابق على الإطلاق، فلم يرى قبل ذلك سوى جدران القفص السيء. تم منحه حظيرة كبيرة لنفسه مع الكثير من الماء والطعام وفقاً لما ذكره القائمون على رعايته، وكان رينغو يأكل في البداية ما بين 4 و6 دجاجات يومياً، إلى جانب 3 حصص سخية من اللحم البقري، ول3 مرات في الأسبوع لمساعدته على استعادة وزنه وصحته بالكامل. بالفعل عاد لرينغو مظهره الرائع، وهو يتمتع بصحة ممتازة بالنسبة لأسد يبلغ من العمر 16 عاماً تقريباً ويزن 250 كيلوغراماً، وهو يأكل جيداً من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع مثل جميع القطط الكبيرة في حديقة أسود دراكنشتاين. تلك الحديقة التي تأسست في عام 1998 بهدف مساعدة الأسود التي تم إنقاذها من أي شكل من أشكال الإساءة من قبل البشر. تعتاش الحديقة على التبرعات، ولديها موقع ويب يعرضون فيه القطط التي يعتنون بها، حيث يوضحون كيف يمكن للناس تقديم المساعدة إذا رغبوا في ذلك. تقع الحديقة في منطقة كيب وينلاندز الخلابة في جنوب أفريقيا. تلك الحديقة المفتوحة للزيارات بما في ذلك أثناء أوقات التغذية، حتى يتمكن الجمهور من ملاحظة جودة الطعام المقدم للقطط. لقد حظي رينغو بنهاية سعيدة، وعلى الرغم من تقدمه في السن فمن المقدر أنه في الأسر، وتحت هذه الرعاية الجيدة لا يزال لديه بضع سنوات أخرى للاستمتاع بأرض أسلافه، حيث حرر نفسه أخيراً من كل ما تم قمعه بداخله لفترة طويلة. والآن لم يعد رينغو يعاني من أي جروح على جلده. ربما توجد بعض الندوب التي ظلت كتذكار بذلك الماضي السيء، والتي استطاع رينغو تجاوزها
بسبب قوة إرادته وصلابة جسده وتعلقه بالحياة. سكيمر قاتل آبائه وإخوته، الأسد المرعب الذي ولد أميراً ومات ملكاً. هنا على امتداد دلتا أوكافانكو من حديقة كروغر الوطنية في بوتسوانا الغنية عن التعريف، حيث تصدح عبر سهولها وغاباتها أصوات الرعب القادم من تلك الوحوش التي تتأهب وتتربص للانقضاض على فريستها. قادها حظها العاثر لتصبح بين فكوك أشد الأسود ضراوة في المكان. من تلك الأسود برز إذن سكيمر، آخر الأسود الباقية من تحالف دوبا الأقوياء، والتي تتمحور قصته اليوم عن مدى خطورته وكيف قادته الظروف ليصبح واحدا من أعنف الملوك الحاكمة في أوكافانكو، حيث أنه ولسنين طويلة سابقة حكم آباؤه تحالف دوبا وسيطروا على العديد من قطعان الإناث، خاصة قطيع إناث سكيمر الذي بدأ الشبل الأمير الصغير حياته ضمن حمايتهم. منذ ولادته في سنة 2002 ونشأته ووصوله لمرحلة الشباب الخاطرة، واجه الأسد العديد من الأشبال الأخرى وهزمها، وكانت تظهر عليه علامات القوة والعنف والشجاعة، خاصة أنه عاش برفقة الزمرة في منطقة غنية بجواميس البايسون الهائلة والوحشية. لذا كان الوقت دائما عبارة عن جولات قتال متتالية ومطاردة مع تلك الجواميس، وغدا المكان مسرحا للقتال وحمام دماء مستمر. وهذا ما أكسب سكيمر الصغير شراسته وقوته الكبيرة لاحقا. كان نتاج تلك الموائد المفتوحة من الجواميس والقوة المرعبة تربع آبائه على عرش المنطقة وحكمهم لها لمدة وصلت إلى 11 سنة، والتي تعد فترة يصعب تحقيقها في ظل المنافسة الشديدة في المكان. إذن فقد عاشوا حياة ناجحة على كافة الأصعدة، ولم يجرؤ أي أسد على الاقتراب من مناطقهم. كانوا على مدى السنين أسياد وملوك أوكافانكو الأقوياء، حتى أنهم حققوا أيضا رقما قياسيا مذهلا في البقاء على قيد الحياة بعد أن عاشوا لمدة 17 سنة. رافق سكيمر في مرحلة شبابه شقيقه جونيور، لكن الأخير تعرض لهجوم من الضباع التي استغلت وجوده بمفرده لتهاجمه بكل شراسة وتقتله، رغم أن سكيمر توجه نحوهم بكل شراسة وحاول إنقاذ شقيقه، لكن كثرة تلك الضباع المتوحشة صعب عليه المهمة وتعرض لإصابات خاطرة في الرقبة كادت أن تقضي عليه لولا تدخل بعض اللبؤات التي أنقذت. بعد تعافي سكيمر بدأت اللبؤات وعلى رأسهم اللبؤ مادي تاو بتدريبه وتعزيز قوته ومهاراته في الصيد وفي القتال ليتمكن من النجاة والدفاع عن نفسه، كما تعلم الصلابة والبأس والزئير المخيف من آبائه الذين كانوا يرعبون الجميع بزئيرهم القوي الممتلئ في أرجاء المحمية. مرت الأيام واشتد عود سكيمر وأصبح قوياً لدرجة أنه صار لزاماً على آبائه طرده من الزمرة خوفاً من محاولته الاستيلاء على الحكم والنزاع على اللبؤات وعلى المنطقة، وبالفعل قاموا بطرده خارج القطيع ليبدأ رحلة التشرد الخاصة به وينجو وحيداً لمدة سنة كاملة قبل أن يقرر العودة بعد سنة مجدداً لمكان ولادته، حينما وصل في سنة 2007 لحدود المنطقة بكل شجاعة، ثم بدأ بالزئير في وجه آبائه متحدياً لهم ومحاولاً مواجهتهم حتى يتسنى له السيطرة على القطيع. كان التحدي كبيراً مع تصعيد سكيمر وتوغله داخل الحدود، مع معرفته بوجود تحالفات أخرى أيضاً قريبة منه، ومن ضمنها تحالف لبعض أشقائه الذين لم يتأخروا لحظة في تجريب حظوظهم أيضاً للسيطرة على القطيع. حصلت معركة دموية شديدة انهزم بها التحالف الشاب أمام وحشية سكيمر الهائلة،
ليفروا من المكان محملين بإصابات عديدة. ومع بداية سنة 2008 ومع استمرار سكيمر بالحياة ضمن أراضي أوكافانكو، تم رصد سكيمر وهو يتناول بشراهة جثة جاموس ميت دون مبالاة ودون أي شعور بالقلق، الأمر الذي دفع أحد آبائه للتسلل نحوه ومحاولة الغدر به. لكن وقفت قوة سكيمر الهائلة عائقاً بوجه والده الذي لم يستطع أن يجابهه بمفرده. لتأتي المساعدة والتعزيز من قبل شقيقه الآخر، ويبدأ الاثنان في حصاره قبل أن تشتعل معركة دموية انتهت بقتل أحدهم وطرد الآخر من المكان مصابا بجروح خطرة، لتنتهي حاله أيضا مقتولا بضربة جاموس ضخم. بدأ حكم سكيمر فعلا مع الصيد الدائم للجواميس وتقوية جسده وطرد كل الأسود التي جربت مجابهته أو التزاوج مع الإناث الرافضة لهم، وليبدأ بعدها مسلسل الإنجاب للأشبال والتوسع في المنطقة، والتي تم طرد بعضها أيضا ما إن وصلت لعمر يسمح لها بالحياة خارج الزمرة، لضمان عدم حصول منافسة معه على الحكم مثل ما حصل مع شبله القوي جونيور الذي اختفى بعيدا في المحمية. كان سكيمر على مدى سنوات حكمه أسدا حكيما قياديا وعظيما ومنافسا شرسا لم يستطع أحد على مجابهة قوته، والتفت حوله الكثير من اللبؤات التي كانت تسانده في المعارك والدفاع عن الأشبال ضد كل الأخطار المتربصة بهم. جاءت سنة 2013 للأسف لتعلن نهاية حكم سكيمر الرائعة والمستقرة، مع توغل بعض إخوته مجددا باتجاه أراضي مملكته، حيث كانوا أقوياء أيضا للغاية وباشروا بالزئير والمناوشات المستمرة معه، والتي لم تكن لتنتهي بشكل جيد لولا أن اختار سكيمر الابتعاد وترك الزمرة لأشقائه في النهاية، ويختفي الملك القوي دون أن يعاود الظهور مجددا في المكان. حققوا الكثير من الإنجازات وفرضوا القوة والهيمنة في كل طريق عبروه، إلا أن مجموعة الذكور الشابة المتحمسة للسيطرة وإثبات أحقيتها في الحكم لم يعد بإمكانها أن تستمر سوية، حيث بدأ يسود الغضب في المكان والجميع يستعرض شراسته ويظهر أنيابه الحادة للاستعداد للقتال. عرفوا باسم تحالف سكايبيد، فكانوا مجموعة من الأسود الخطرة التي احتاجت في النهاية أن تكسر هذا الهدوء، هذا السلام فيما بينها، وتنطلق في عدة اتجاهات ليجلب هذا الانفصال لاحقا العديد من التحديات، والتي كانت أكثر من المتوقع، فلم يعد من الممكن إعادة بناء الوحدة التي أسفرت ذات يوم عن انتصارات جمة، حيث استمتع جميع المراقبون لهذا التحالف بتلك الأوقات الذهبية. لكن حتى الملوك العظماء لا يمكنهم الهروب من السقوط عندما يكون ذلك مكتوبا بالفعل في مصيرهم. واليوم سنتوجه في رحلة مثيرة لكشف الستار عن مدى قوة وسطوة تحالف سكايبيد، هذا التحالف الذي كرس حياتها للفتوحات والمعارك والموت. كان الوقت يشير إلى نهاية العام 2007 وبداية عام 2008 في حديقة كروجر الوطنية في أفريقيا، التي كانت تضم العديد من الأسود القوية في البرية الشاسعة لهذه المنطقة المميزة بمكوناتها. ومن بين تلك الأسود ظهر فخر عظيم اشتهر ليس بسبب ذكوره ولكن بسبب عدد اللبؤات داخله، حيث كان هناك ما يقرب من 12 أنثى يحكمها 3 ملوك أسود ذكور تقاسموا التاج بسلام لبضع سنوات، وذلك حتى نهاية عام 2007، ما إن بدأت ولادة الأشبال حتى غدا المكان يضج بأصواتها، فازداد عدد القطيع حينها 12 شبلا كانوا جميعهم من الذكور، والذين ما إن بلغوا من العمر عاما واحدا، حتى بدأوا وبدافع الفضول في استكشاف المنطقة المحيطة، فذهب 3 منهم بالفعل بعيدا عن فخرهم لينتهي بهم الأمر بالقتل على يد أسود الماتيمبا المرعبة. وبعد موت ال3 ظلت 9 البقية داخل الفخر، حيث كانوا بحاجة إلى الحماية من أجل ضمان نموهم واكتسابهم للقوة القادرة على جعلهم يدافعون عن أنفسهم. قرر حينها الحكام ال3 لتلك المجموعة الضخمة الانتقال إلى مكان أكثر بعدا، حيث لم يرغب الملوك في الدخول في أي معارك مع الأسود الأخرى، فقد كانوا بحاجة إلى دعم الفخر بالذكور القوية المهيمنة. لذا فإن ضمان بقائهم على قيد الحياة كان أمرا أولويا،
فلم يتمكنوا من المخاطرة بخسارة المزيد من الذكور البقية الناجين. لكن مر الوقت، وحان الوقت للأسود الصغيرة لمغادرة فخرهم والتوقف عن كونهم إشبال تعتمد على آبائها وأمهاتها في الغذاء والحماية. وبالفعل فقد شكل الإخوة التسعة تحالفاً قوياً، وبدأوا في غزو الأراضي والإناث لنشر جيناتهم الخاصة وإحكام السيطرة على المناطق المحيطة بهم، فكانوا كثيرين، وهذا ما صب في مصلحتهم ومكنهم من الفوز بالمعارك بسهولة، حيث استطاعوا غزو فخرين في عام واحد فقط. وبعد الاستقرار بالقرب من الجسر المسمى سكايبد، تم تلقيب التحالف بذات الاسم. أظهر تحالف سكايبد قوة وتماسكا استثنائيين، سمحت لهم قوتهم المشتركة بالاستيلاء على أراضٍ رئيسية وطرد الذكور المنافسين وتأمين الوصول إلى العديد من الفخر. ضمنت هذه الهيمنة مناطق صيد واسعة وفرص التزاوج، والتي تعد حاسمة لبقاء وتكاثر مجموعات الأسود. في ذروة هيمنتهم سيطر تحالف سكايبد على أكثر من 200 كيلومتر مربع من الأراضي الرئيسية، بما في ذلك مستنقع سافوتي، والذي يعتبر أرض صيد غنية تزخر بالفرائس مثل الجاموس والحمار الوحشي والحيوانات البرية. كانت قدرة التحالف على التعاون أثناء الصيد والدفاع عن أراضيهم من المنافسين والمتطفلين لا مثيل لها. نال العدد الكبير لهذا التحالف الكثير من الاهتمام، فانجذب إليه ليس فقط السكان المحليين ولكن أيضا زوار الحديقة، وكانت حينها الأجواء مطمئنة وعاش التحالف في سلام كبير. أدى العدد الكبير للتحالف لبدء بعض المناوشات فيما بينهم، ليدرك الأشقاء أن هذه الاختلافات ستصبح أكثر عنفاً، وربما يضطرون للعراك وقتل بعضهم البعض لحكم المنطقة. لذا وتجنباً للقتال المميت وضمان عدم خسارة المنطقة، قرر تحالف سكايبد المكون الانفصال. لكن لم تكن تعلم هذه الأسود أن هذا الانفصال سيضعفها وسيكون إشارة واضحة إلى بداية انحدارها. بقي 5 من الأشقاء في محيط حديقة كروغر الوطنية، بينما وذهب 4 إلى محمية تيمبافاتي الواقعة على حدود كروغر، وهناك غزت الأسود ال4 فخرا كان لديه العديد من اللبؤات وبعض الأشبال، فحكموا لبعض الوقت قبل أن يضطروا لاحقا إلى مواجهة الأعداء، ويدركوا أن المعارك كانت أسهل بكثير عندما كان التحالف متحدا، حيث العدد الكبير لهم كان هو القوة الضاربة التي مكنتهم من الفوز بأشد المعارك. في أحد الأيام خرج أحد الأسود ال4 في دورية في محيط تيمبافتي، بينما بقي إخوته في الكبرياء، لكنه لم يعد على الإطلاق. وبعد بحث طويل عنه من مراقبي الحياة الطبيعية وحماة البرية لم يتم إيجاده، حيث تم ترجيح وقوعه في شرك أحد الصيادين، وذلك لأن المنطقة كانت حينها هادئة ولم تكن هناك أي علامات على وقوع معارك للأسود في المنطقة. لذا وبعد انتهاء البحث لم يتم العثور على جثة الأسد الضائع على الإطلاق. بعد بضعة أشهر أدرك الإخوة ال3 المتبقون أن تحالف أشقائهم الشمالي كان قريبا، حيث حاصروا واحدا منهم بينما كان يسير بمفرده وقتلوه، لكن ال2 المتبقيان غافلوا التحالف الآخر الذين لم يعلموا بوصولهم إلى أراضيهم، حيث استطاعوا قتل أسد بمفرده أيضا انتقاما لشقيقهم. وبعد تراجع الأسدين هدأت الأجواء، فلم يعد الانتقام مناسبا في هذه المرحلة، وربما أراد الطرفان عدم خسارة أحد آخر في التحالف. في وقت لاحق أراد الباقي من تحالف ال4 الشماليون توسيع أراضيهم، وذلك لنسيان خسائرهم، لكنهم لم يقيموا الموقف جيدا بعد أن اتخذوا قرار المواجهة والقتال مع 3 ذكور من ذوي الخبرة والأشداء. لذا فقد كانت الخسارة في تلك المعركة أمرا محتوما، حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة على أراضي محمية تيمبافاتي. شهدت أسود سكايبد التي بقيت في منتزه كروجر الوطني هطول أمطار شديد، بينما كان أحد التحالفات الأخرى يستعد لاقتحام المنتزه. في تلك اللحظة عبر أكبر أسود سكايبد في دورية حماية، ذلك الأسد الذي اشتهر بكونه أكبر من الآخرين والأسرع في تفادي المعارك وتسديد الضربات الأكثر دقة، فلم يتخيل أحد أنه سيكون الأول من التحالف الذي سيتم إسقاطه. كان حينها وحيدا بالقرب من النهر عندما فوجئ بأسدين آخرين قاما بمهاجمته بسرعة، وبعد معركة شديدة وهائلة قام الدخيلين بالقضاء عليه. وصل بقية أشقائه إلى مكان المعركة، لكن بعد فوات الأوان، وكان عليهم التعايش مع الأمر والتغلب على تلك الخسارة. بدا الأمر لاحقا وكأن أسود التحالف قد أصبحوا أنانيين بعد نسيان انتقامهم لشقيقهم،
فلم يعد الملوك الصغار راغبين في مشاركة الطعام أو الإناث مع بعضهم البعض، مما أدى إلى معارك مستمرة بينهم، وأمضوا ساعات طويلة بعيدا عن بعضهم البعض. وفي عام 2018 أصيب أحدهم في عموده الفقري في مواجهة مع جاموس ضخم على الأرجح، فلم يعد بإمكانه الصيد، لذا فقد طرده الآخرون بجبن من الكبرياء وبدون لبؤات للصيد له، لذا وبدون إخوته لحمايته ولكونه غير قادر على الصيد بسبب الإصابة، فقد انتهت حياة هذا الأسد المسكين ببطء بسبب الجوع. وقد كان الأجمل بين الأسود التسعة، إلا أنه لقي نهاية قاسية للغاية، وكان برفقته حينها مجموعة سفاري. وقالت مصورة أمريكية في تلك المجموعة إنها لا تستطيع تركه في الوحدة، وأقنعت المجموعة بالبقاء حتى اللحظة الأخيرة للأسد، والتي لم تستغرق وقتا طويلا. تم رصد أسدين من تحالف سكايبيد معا لبعض الوقت، وكان لدى أحدها ندبة عميقة في عينه بعد فترة وجيزة من اختفائه، حيث كان آخر ظهور لهما يعود إلى عام 2019، وكانا برفقة ذريتهما من الذكور، ويبدو أنهما يتمتعان بصحة جيدة. إن صعود وسقوط تحالف سكايبيد هو تذكير قوي بهشاشة وتعقيد الهياكل الاجتماعية للأسود، وتؤكد قصتهم على أهمية التعاون والاستراتيجية والوحدة في الحفاظ على الهيمنة. ورغم أن حكمهم انتهى في نهاية المطاف إلى مأساة، فإن إرث تحالف سكايبيد لا يزال قائما في سجلات تاريخ الحياة البرية، ليشكل مثالا مؤثرا على الطبيعة الديناميكية والمتغيرة باستمرار للمملكة الحيوانية. تحت الشمس الحارقة لدلتا أوكافانكو في بوتسوانا يبدأ الماء، وهو أغلى مورد للحياة البرية في النفاد. في قلب هذا المشهد القاحل يظهر رينوكا وليكان، أسدان شقيقان بحجم هائل وشراسة لا تعرف الرحمة، بعزيمة لا تضاهى وعينين حذرتين، وهما يقودان عصابة زاكونغا التي تتسم بالجرأة والقوة مثلهم تماما. وفي هذا المناخ السيء لا راحة لهؤلاء الأسود، إذ يتعين عليهم مواجهة منافسين شرسين، بالإضافة إلى محاربة الجوع والعطش الذي جلبه الجفاف إلى أراضيهم. وتحت حرارة الشمس التي تبدو وكأنها تعاقب الدلتا وتقلص المساحات الخضراء، يدرك رينوكا وليكان أن البقاء على قيد الحياة يتطلب تكيفا لم يسبق له مثيل. إن التحدي بالنسبة لهما هو تبني استراتيجية صيد جديدة تماما، ومع اختفاء جميع الفرائس التقليدية يدركان أن الهدف الوحيد المتبقي هو الفيلة، تلك المخلوقات العملاقة التي أصبحت الآن سبيل نجاتهم وبقائهم. لذا وفي مواجهة التحديات العديدة يدرك الشقيقان أن القوي والجريء فقط هو الذي سينجح بالتأكيد، فإما التكيف مع البيئة الجديدة أو الهلاك أمامها. واليوم نرحل لنتوسع في قص الحكاية الممتعة والمذهلة لرينوكا، أحد أطول الأسود التي تم تسجيلها على الإطلاق، وشقيقه ليكان، الوحش المفتول العضلات الآخر، اللذان زادت شهرتهما لدرجة أنه تم صناعة فيلم وثائقي خاص بهما من إنتاج ناشيونال جيوغرافيك، والذي أطلق عليه قوة الأسد. يظهر فيه كلا الأسدين بكامل سطوتهما وشراستهما. يتيح الفيلم فرصة الغوص في تفاصيل تاريخ هذين الأسدين وكبريائهما في زاكانغا، والاستمتاع بمشاهدة الأحداث الحافلة بالتشويق التي رافقتهما. كما اعتبر الفيلم إنتاجا مستمرا وتصويرا سينمائيا خلابا، وتجربة مشاهدة استثنائية تجمع بين الجمال الطبيعي والقصة الملحمية، وحلة لا تنسى في عالم مليء بالإثارة والجمال والشجاعة. 2014 دلتا أوكافانكو، بوتسوانا، أفريقيا. تعد دلتا أوكافانكو جوهرة خفية في قلب أفريقيا، هذه المنطقة الشاسعة التي تتكون من أنهار وجزر وسهول مغمورة بالمياه، تتبع دورة سنوية فريدة تجمع بين الفيضانات والجفاف، ما يخلق ديناميكية حيوية مذهلة في المكان. وخلال موسم الفيضان، عندما تتدفق مياه الأمطار من المرتفعات الأنغولية، تتحول الدلتا إلى واحة خضراء ساحرة،
حيث تغطي المياه مساحات شاسعة وتملأ البحيرات والقنوات، مما يخلق بيئة نابضة بالحياة تعج بالحياة البرية. لكن الحال يتغير كلياً عندما يأتي موسم الجفاف، حيث تنحسر المياه وتتحول الجنة الخضراء إلى أرض قاحلة مقفرة مغطاة بأعشاب ذهبية يابسة. أما بالنسبة للحيوانات المفترسة مثل الأسود، فيمثل هذا الوقت تحدياً حقيقياً، خاصة في عام 2014 عندما اجتاحت بوتسوانا موجة جفاف قاسية، مما أثر بشدة على النظام البيئي بأكمله، وصولاً إلى الدلتا أوكافانكو المعروفة بتنوعها البيولوجي الغني، والتي لم تنجو أيضاً من هذا التحدي. هاجرت الفرائس بحثاً عن المياه، وأصبحت مصادر الغذاء نادرة، وفي نفس الوقت وعلى بعد حوالي 159 كيلومتراً في سافوتي مارش ظهر أسد يدعى سيكيكاما كقائد حقيقي. وسيكيكاما كان أسطورة حية معروف بقوته الجسدية وقدرته على حماية كبريائه حتى في أصعب الأوقات. وبينما كان سيكيكاما يبرز على جانب من بوتسوانا، برز أسدان آخران في دلتا أوكافانكو هما رينوكا وليكان. رينوكا وليكان كانا يسعيان لتشكيل تحالف قوي، على الرغم من أنهما كانا لا يزالان ينضجان كقادة، إلا أن طموحهما وقوتهما كانا واضحين، وأدركا أنه من أجل البقاء في هذه البيئة القاسية كانا بحاجة إلى تكوين مجموعة موحدة ومستعدة لمواجهة أي تحديات. هنا اكتشفا مجموعة من 6 لبؤات يحكمها ذكران. كانت هذه اللبؤات هي الفرصة الذهبية لتأسيس مملكتهما الخاصة وبناء تحالف قوي يمكنه الصيد بشكل فعال وتأمين الموارد الضرورية للبقاء. وبالفعل بفضل شجاعتهما وذكائهما بدأ رينوكا وليكان رحلتهما في السيطرة على أراضي الدلتا أوكافانكو. كانت هذه مغامرة مليئة بالتحديات، لكنها أثبتت أن الإرادة الحديدية والقدرة على التكيف هما مفتاح البقاء في أكثر البيئات قسوة. كان الاستيلاء على فخر عصابة زاكونغا مشهداً مهيباً للعنف والسيطرة. رينوكا وليكان الأسدان العملاقان بأجسادهما الضخمة المخيفة استخدما مزيجاً من القوة الفتاكة والتكتيكات البارعة لفرض سطوتهما. إذن وبمهارة وحنكة تمكن الأخوان من ذبح الملوك السابقين، وأثبتا أنفسهما كحكام جدد لفرقة زاكونغا. برز ريكونغا كالمهيمن، وكانت مكانته الكبيرة وحجمه الضخم يفوقان معظم الأسود في المنطقة، وكان يحظى بالاحترام والنظام بزئيره المخيف. أما اللبؤات في التحالف فكانت تصطاد ببراعة، مما ضمن توفير الغذاء للجميع. ومع الأمان الذي وفره رينوكا وليكان بدأت ولادة الأشبال الأولى ونشر جينات هذين الأسدين. خلال فترة الاستقرار لفتت عظمة رينوكا وليكان انتباه الباحثين في دلتا أوكافانكو، وفي أحد الأيام ومن خلال حقنة مهدئة دقيقة الإصابة تمكن دعاة الحفاظ على البيئة من الإمساك بالأسدين لإجراء قياسات تفصيلية، وجاءت النتائج مذهلة. فقد بلغ وزن الزعيم رينوكا 250 كيلوغراما، وارتفاع كتفه 1.27 سنتيمترا، وهو رقم يتجاوز بوضوح متوسط الأسود العادية. عادة ما يبلغ ارتفاع الأسود الأفريقية 1.10 سنتيمترات عند الكتفين، حيث يعتبر 1.20 سنتيمترا قياسا نادرا. لذا قد يكون ارتفاع رينوكا 1.27 سنتيمتر كان أمرا مذهلا للغاية. لقد منحه هذا التفوق في الحجم ميزة كبيرة بين منافسيه. أما ليكان فلم يكن بعيدا عن مواصفات الملك، مع وزن بلغ 220 كيلوغراما وارتفاع لكتفيه وصل إلى 1.20 سنتيمتر. هذه الأسود كانت خارج نطاق القياس، مما جعل تسجيل يومياتها وممارساتها اليومية أولوية لدعاة الحفاظ على البيئة. بعد السيطرة أخذت الجراء بالولادة، وأصبح عددها الآن 15. إنها سلالة ضخمة تحمل جينات ثمينة،
لكن الطبيعة لا تكون سخية دائما، فقد بدأت علامات الجفاف الجديد تظهر ببطء، وأصبحت الأمطار أقل حضوراً، مما سبب تقلص الأنهار وجفاف مناطق الصيد. والآن سيكون على رينوكا وليكان مواجهة التحدي الأكبر في حياتهما وحياة تحالف زاكونغا. وصل الجفاف إلى ذروته بالفعل، ولم يتبقى للمجموعة سوى أمل واحد، وهو الجواميس. اشتهر رينوكا وليكان بقدرتهما على اصطياد الفرائس الضخمة، وقد أتقنوا هذا الصيد بمرور الوقت. بالمقابل كانت اللبؤات تضع استراتيجيات نصب الكمائن ببراعة، وكانت أفضل من ملوكها في صيد الحيوانات الكبيرة. لكن مع اشتداد الحرارة وجفاف الأنهار، بدأت الجواميس بمغادرة الدلتا بحثاً عن الماء والمراعي، حيث هاجرت إلى المناطق الأكثر رطوبة، وشيئاً فشيئاً انخفض عدد الجواميس، مما ترك فرقة زاكونغا على حافة اليأس. الآن وبدون الغذاء الضروري، بدأت اللبؤات تشاهد أشبالها، وخاصة الأكبر منها التي كانت بحاجة إلى اللحوم، تعاني من الجوع وتصاب بالهزال. كان السيناريو يائساً، والأحفاد الواعدون على وشك الموت. لذا أدرك رينوكا وليكان أن خيار الهجرة لم يكن قابلاً للتطبيق بسهولة، فضعف الأشبال وفقدان القوة لدى اللبؤات جعل مغادرة الدلتا وعبور المناطق المعادية والصحراوية بحثاً عن القطعان بمثابة حكم قاتل على الجميع. وفي بيئة اختفت فيها خيارات الصيد، لم يتبقى سوى بديل واحد، إنه صيد الفيلة. ومع تزايد ندرة الطرائد، بدأ دافع البقاء يتغلب على الخوف الطبيعي من مواجهة هذه الحيوانات العملاقة، فإن لم يتحركوا بسرعة سيفقدون الأشبال الواعدين. لذا تحت أعين رينوكا وليكان الساهرة، بدأت اللبؤات في تنظيم أنفسهن والتكاتف بشجاعة لا تضاهى لمهاجمة فيل صغير كان قد ابتعد عن مجموعته. ورغم صغر سن الفيل، لم يكن صيده سهلا، لذا فقد تدخلت فرقة ملوك زاكونغا لمساعدة اللبؤات في إسقاط الفيل على الأرض. عندما تمت السيطرة على الفيل، بدأت اللبؤات في الهجوم بشراسة. قام رينوكا وأتباعه بالإحكام على الفريسة، وبعد أن تغذوا جيدا وعززوا قوتهم، أخذوا ما تبقى من الفيل إلى الأشبال الجائعة. لم يكن الفيل الأول الذي قتلته عصابة زاكونغا هو الأخير، بل ومسلحين بالعزيمة للانقضاض على هذه الطرائد الهائلة، قرروا الخروج في سلسلة من الصيد الناجح، فكانت مذبحة حقيقية للحيوانات العملاقة، مما أعاد الحياة إلى التحالف وأنقذ الأشبال من الجوع. بالفعل اعتبر صيد الفيل من أبرز التحديات التي واجهها الشقيقان، والتي كانت عملية خطيرة ومعقدة للغاية، لكن التعاون بين أعضاء التحالف أثمر بشكل رائع. ظهر فيه تكتيك وتفوق الأسدين وباقي التحالف لاستدراج الفريسة، حيث برزت القوة البدنية والدهاء التكتيكي للجميع. وبهذا الانتصار استعاد فخر زاكونغا قوته، واستطاع النجاة من أسوأ أزمة واجهها ليواصل رحلته في البقاء والتكيف مع الظروف القاسية للدلتا أوكافانكو.